التصويره ديالو. هل يعقل ولدي؟ واش هذا السيد ضربو مضروب بنيه؟ شوف الصدر ديالو كيفاش مدقدق، شوف الراس ديالو كيفاش مدقدق، شوف العين ديالو كيفاش مهرسه، ولي بومون ديالو ما كيتحركوش ما كيخدموش. هذا السيد ضربو تبعو تيشتفوا عليه بالرجلين، يعني الشيك عنده في السلم عنده الخدوش. البورطابل ديالو عمره ما حيدها في البوشطه، وجردوه من مجاميعه، جردوه من التليفون، جردوه من لاكارت ناسيونال، جردوه من الفلوس من الوثائق من كل شيء. بدر شاب في مقتبل العمر كيتم القتل ديالو بطريقه بشعه. يتهرس من راسو 3 هرسات ويتقام ليه راسو، يتقامو 3 سنتيم فاصله 2، ويتهرس من وجهه ويتهرس من الباصه، والصدر ديالو كله عامر بالدم وعامر بالهواء، صدرو كامل السفلي ما خدامش، تيتنفس بصعوبه. هادشي تنقول لك راه الطبيب. بدر كيتم الاطفاء ديال النور ديالو بشكل غامض في مدينه تعتبر من المدن الاكثر امان في المغرب. جردوه من التليفون، جردوه من لاكارت ناسيونال، جردوه من الفلوس من الوثائق من كل شيء مجرد، ولاحوه في السبيطار، وفي السبيطار في المستعجلات ما تسجلش لا الاكس بالاكس لا بالمجهول لا باسم بدر العلالي. ملف كيشوبو بزاف ديال الغموض. واش حقيقة أن عندنا هادشي في المغرب، أن إنسان قد يدخل المستشفى بدون ما يتسجل الاسم ديالو ولو حتى الإشارة أنه مجهول؟ حسب شهادة أخت الضحية كتقول أنهم مروا على نفس المستشفى 3 مرات، وأكدوا لهم أن حتى واحد ما دخل سواء باسم مجهول أو اسم آخر. أنت كتبدا مسؤولية الوقاية المدنية وفين كتنتهي؟ وشنو هي المسؤولية القانونية ديال السبيطار فاش كيجي عندها انسان سواء قتيل ولا على فراش الموت؟ في نظرك ملي غتسول على شي واحد مفقود فين كتمشي؟ كتمشي للمستعجلات. ما يمكنش تدخل للسبيطار وتقلب سرير ولا تمشي ليمورغ وتجبد المجوره تقلب، كتمشي تخلف في المستعجلات مشينا بدل المره 10 كيقول لك اودي ما عندناش لا مجهول ولا بالاسم ديالو، حتى توصل واحد السيد الله يجازيه بخير ومن هذا المنبر تنشكرو وتنقدم له التحيه والله يرحم له الوالدين، هو اللي دخل وعطينا الصوره ديالو ومشى تيقلب في ليمورغ وتيجبد في المجوره تيقارن الصوره معاه، عاد لقاه وصوروا لينا وجاب لنا التصويره ديالو. هل يعقل ولدي؟ واش هاد السيد هذا ها هو واش هاد السيد ضربو مضروب بنيه؟ مجموعة من التناقضات ديال الشهود، تناقضات وتضاربات كبيره وبزاف. اي انسان اي قضاء اي انسان تيفهم في القانون غيقرا المحضر غيعرف ان فيه تضاربات. بالحرب ديال جلالة الملك على الفساد في المغرب مؤخرا بقيادة أعلى سلطة أمنية، هل ستظهر حقيقة مقتل بدر العلالي؟ الثقة ديالنا كبيرة في القضاء المغربي لفك لغز هذه الجريمة البشعة. نتمنى أن أولاد بلادو ما يبخلوش عليه بالبارتاج باش يوصل الصوت ديال العائلة ديالو. مدينة أبي الجعد.